ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا مع حمدي انجلش ترينر وحلقه جديده في هاف اند هاف. والنهارده عندنا 3 فروقات مهمين جدا بيجوا في اي امتحان. اول حاجه have been to، have gone to، have been in. وطبعا ناس جديده هتستغرب ايه ده، هو في have been in؟ ايوه، وهنعرفها ايه الفرق ما بينها وما بين have been to. خلونا في الأول نبدأ ب have been to و have gone to. وأول حاجة have been to، ودي معناها راح وجه بالسلامة. يعني لما أنا هاجي أقول لكم I have been to Alex، I have been to Alex or I have been to Alexandria، الاتنين بمعنى واحد، Alex or Alexandria، بس أنا رحت اسكندرية ورجعت. هل أنا في اسكندرية؟ لا، أنا هنا. برضو مثال تاني، they have been to the market، هم راحوا السوبر ماركت وما رجعوش، لا رجعوا. they are at home now، هم في البيت دلوقتي، يبقى هم راحوا السوبر ماركت ورجعوا من السوبر ماركت وراحوا البيت، او هم حاليا دلوقتي في البيت. فكلمة have been to معناها راح وجه، ذهب وعاد. ونتأكد على الحتة دي كويس جدا، ذهب وعاد. اما بقى بالنسبة ل have gone to، هو ذهب ولم يعد. he went to a place but he is still there، هو راح مكان ولكن هو حاليا مرجعش، هو لسه قاعد في المكان بتاعه، يعني حاليا في المكان بتاعه لسه مرجعش. مثال على الكلام دوت، they have gone to the market، they are still there، هم راحوا السوبر ماركت ولكن هم لسه هناك. مش زي الجملة ديت قلنا they are at home now، لا، ده هم لسه هناك. مثال تاني، لو انا هاجي اقول she has gone to Canada، هي راحت كندا، هل هي رجعت من كندا؟ ابدا، قاعدة هناك. فده الفرق ما بين كده have been to و have gone to. طبعا ما ننساش كده ان have بتيجي مع I و we و they و you، اما كلمة has هتيجي مع she و he و it. طب بالنسبة بقى ل have been in، دي معناها accommodation معناها إقامة، كأنها قاعدة في بيتها، كأن أنا واخدة إقامة في الدولة ديت. لو أنا جيت قلت لك I have been in London for 8 years، أنا مقيمة في لندن بقالي 8 سنين and never thought of going to my home again، ومش بفكر الصراحة ان انا اجي بلدي تاني او ارجع البيت بتاعي تاني. فهنا accommodation معناها اقامة، وهنا have been in هو مقيم في الدولة دي. وناخد بالنا ما بينها in و to. كلمة in معناها accommodation إقامة، اما كلمة to معناها راح وجه بالسلامة. ناخد اخر حاجة او اخر تركاية بسيطة، كلمة been انا ممكن انطقها been وممكن اقولها been. كلمة been هتبقى British accent، اما كلمة been هتبقى American accent and both of them are right، وهما الاتنين صح. ما تنساش تتابعوني على التشانل بتاعتي والسوشيال ميديا، ولو عندكم اي سؤال ما تنسوش تسيبهولي في الكومنتس. باي.